مش قادرة أنسى طفولتي القاسية مع أهلي، كتير قاسيين وبلا مشاعر ولا حنان وعاطفة، وعم فكر أقطع علاقتي فيهم. مبدئيا متحطيش ده اوبشن في دماغك انك ممكن تقطع علاقتك بأهلك. ممكن نعمل حاجات تانية أحسن من كده بكتير. أولهم إن انتي محتاجة إنك تفرغي المشاعر اللي جواكي دي. أي موقف عدى علينا ساب جوانا مشاعر قوية بالشكل ده، المشاعر دي ما بتروحش خالص، بتفضل عايشة جوانا. بتخرج بالطرق غلط، بتخرج عن طريق عصبية مش مبررة، عن طريق حاجات كتير، أوقات كتير كمان عن طريق ألم جسدي وأمراض. فاحنا محتاجين أول حاجة إن احنا نفرغ المشاعر دي. في تكنيك انا بحبه قوي بستعمله مع كل الكلاينتس اللي عندهم مشاكل ليها علاقة بمشاعر قديمة، مشاعر مدفونة. ايه هو التكنيك ده؟ مثلا ان انا جوايا مشاعر ضعف. طب مشاعر الضعف دي جات لي منين؟ هنفترض مثلا انها جات لي بسبب مدرسة كانت عندي في الفصل. مثلا ان في موقف حصل، ودي كانت اول مرة احس بالضعف فيها، ومن ساعتها الشعور ده ما سابنيش. هقوم جايبة ورقة وقلم هكتب رسالة للمدرسة دي. هحكي للمدرسة دي أنا حاسة بإيه وحسيت بإيه في الموقف ده، وإيه هي عملت فيا إيه. كل اللي جوايا هخرجه، كل اللي جوايا هخرجه في الورقة دي. هعمل بيها أي حاجة. الورقة دي ممكن تقطعوها وترموها، مش محتاجينها في حاجة بعد كده. احنا كل اللي احنا محتاجينه إن احنا نخرج المشاعر دي من جوانا بأي أسلوب، بأي طريقة. المهم إنها تخرج. يبقى هتمسكي ورقة وقلم وهتكتبي لكل فرد في العيلة بتاعتك رسالة. انتي كنتي حاسة بإيه لما حصل الموقف؟ افتكري كل المواقف اللي في دماغك، كل المواقف طلعيها، وصفيها، وصفي مشاعرك فيها كانت ايه. كل شخص اكتبي له رسالة منفردة. دي رسائل غير مرسلة، احنا مش بنعمل بيها حاجة، احنا بس بنستعملها علشان نفرغ فيها المشاعر اللي مكبوتة جوانا. تاني حاجة بقى انك هتكتبي برضو رسالة، بس رسالة انتي اللي متخيلاها من الاشخاص اللي قدامك. يعني هتتخيلي مثلا مامتك وهي بتكتبلك رسالة، بتطبطب عليكي فيها وبتقولك فيها هي ليه كانت ما عندهاش مشاعر. ممكن يكون عندها هي برضو مشاكل من اهليها قبل كده، او ايا كان مشاكلها جاية منين. انتي هتتخيلي وهتتخيلي الحاجات الأقرب للحقيقة، أو هتديهم مبررات ايه اللي ممكن يكون سبب في المشاعر دي تيجي عندك. يبقى هنستعمل التكنيك ده عشان نخرج مشاعرنا منسيبهاش جوانا. ودي أول حاجة. تاني حاجة إن ده هيكون الطريقة الوحيدة اللي احنا بنخرج بيها وبنعبر بيها عن مشاعرنا. يعني ايه؟ يعني مش كل ما نشوف حد هنقعد نشتكي من أهلنا، مش كل ما نقعد مع نفسنا هنقعد نفتكر ايه اللي أهالينا، مش عارفة ايه أهالينا اللي أنا بقولها دي، مش مشكلة. هنقعد نفتكر ايه اللي اهلنا كانوا بيعملوا فينا. لا، احنا هنخرج المشاعر دي في الوقت ده، وبعد كده خلاص هنقفل على الموضوع ده، هنقفل عليه. وقت ما نحس ان احنا لا لسه جوانا حاجات عايزين نخرجها، هنستعمل نفس التكنيك تاني. دماغنا هتفضل تودينا وتجيبنا علشان توقفنا في نفس النقطة، ان احنا متضايقين منهم، ان هم السبب، ان هم. لا، دي كده بقى مبررات احنا بنحطها لنفسنا. طيب نعمل ايه؟ نتحكم في طريقة تفكيرنا، نتحكم فيها عن طريق الأذكار، عن طريق ان احنا نفكر في حاجة تانية. يبقى بنشتت تفكيرنا عن المشكلة دي علشان ما نفضلش قاعدين فيها. اوقات بنحب الدراما في الحتة دي، وانا مش بهاجمك صدقيني، بس كلنا بنحس بكده اوقات، وانا كمان. ان احنا بنحب اوقات شوية دراما كده في حياتنا بدل ما تفضل سادة ملهاش طعم. لا، اخرجي من دايرة الدراما دي، وانت اللي تحكمي في تفكيرك والطريقة اللي انت بتفكري فيها. وخليكي فاكرة ان مفيش اهل مهما كانوا متعلمين وبذلوا مجهود وتعلموا عن التربية، عيالهم مش هيحصل لهم المشاكل دي. انا بتعلم كتير عن التربية وازاي اربي ولادي، وبعمل حاجات غلط غصب عني، وولادي هيرجعوا بعد كده يتعالجوا منها. حاولي ان انتي تسامحيهم وتستعملي التكنيك دي عشان لازم تتخلصي من المشاعر السلبية اللي جواكي. وارحمي ضعفهم، لان في الاغلب الشخص القاسي ده بيكون ضعيف للأسف، ما بيكونش قوي قوة كفاية ان هو يعبر عن مشاعره والحاجات دي كلها. وما تخليش دي تكون مبررات تخليكي قاعدة في النقطة اللي انت قاعدة فيها دي. لا، حاولي تشوفي تخرجي من ده لإيه حلو.
كل حاجة ربنا حطها في طريقنا حطها لسبب علشان في الآخر يوصلنا لحاجة. فانتي حاولي تشوفي ممكن يكون ربنا خلاكي تعدي بالتجارب دي وبالمشاعر دي علشان في الآخر توصلي لإيه، علشان تعملي إيه، علشان تعوضي ده في الدنيا إزاي. فما تخليش ما تخليش عقلك يوقفك في الحتة دي ولا الشيطان يوقفك في الحتة دي. ومعلش ارحمي ضعف أهلك وحاولي انك تتقبليهم زي ما هما وتخليكي جنبهم.